ومستعدين للمخاطرة مشان هالموضوع. ولحتى نصير من القوى العالمية لازم نوحد عناصر قوتنا ومنابع القوة الوطنية كمان. لحتى تصير تركيا هي القوة الإقليمية بالمنطقة لازم تتأمن الوحدة والتكامل الوطني بداخلها. أول شيء التفرقة القومية عم بتأثر بشكل سلبي على الشعوب يلي داخل تركيا. لازم نرجع نكسب ثقة كل الأطياف ونلم الشمل لحتى نصير شعب موحد. حاليا القضية الأهم يلي عم تهددنا داخليا هي التفرقة القومية، ولحتى نقدر نحل هيك مشاكل لازم نحيي مشاريعنا هي بأسرع وقت، لحتى نقدر نقنع كل الأطياف بهدف مشترك. ما في عنا غير هالطريقة لحتى نقدر نمنع الأنشطة يلي عم تعملها دول الغرب جوات تركيا لحتى تحول مشاكلنا لحرب أهلية. تركيا بأعمالها بآخر 20 سنة قدرت تغير مفهوم الدولة اللي بتنقاد من قطب واحد، وأظهرت من خلال أسلوبها بالتعامل مع الأحداث اللي عم تصير بالمنطقة إنه هي دائما بتشتغل لإيجاد حل بطريقة ديمقراطية مع باقي الأطراف، وطبعا بنفس الوقت قدرت تمنع التدخلات بشؤونها الداخلية. سامي بيك معه حق، بس بالأحداث الأخيرة اللي عم تصير تم تصويرها أنه هي دولة ديكتاتورية ذات قطب واحد، والدول الغربية حشدت الإعلام لهالشي. لو تركيا فعلا كانت تعاملت مع الموضوع بطريقة ديكتاتورية، أمريكا ساعتها ما كانت راح توقف بوشها وتحاول إنهائها، بالعكس كانت راح توقف معها وبتدعمها بكل المجالات، مثل ما بيصير دائما لما بتستخدم حق الفيتو بمجلس الأمن لتنفذ مصالحها مع دولة. ونحن لأنه عم نكافح كرمال الديمقراطية وعم ندور على حلول لنحل مشاكل المنطقة، صار عنا تأييد من مجتمعات كتير عم تآمن بأهدافنا. لأول مرة بالتاريخ بيتفقوا شعوب المنطقة على أنه تركيا هي الدولة الوحيدة بالعالم يلي بدها تحل مشاكلهم. ولهذا السبب إسرائيل من طرف وأمريكا من طرف عم يحاولوا يقضوا على هالمشروع من خلال تحريض الناس بالداخل. إذا قدروا يشكلوا صورة أنه عم نتصرف بشكل قومي متعصب، رح نعمل كل شي بيطلع بإيدنا لنغير هالصورة عند الناس يلي بتآمن فينا. ولازم يعرف الكل أنه الإنسانية هي المبدأ يلي منتبعه، والناس يلي عم يتعرضوا للظلم رح نوقف معهم دائما، وحتى من دون ما ننظر لقوميتهم أو لدينهم. تيودوراكيس بعتك على العنوان الغلط، لأنه نحن ما عنا مشاكل بوضع السيولة بنوب. معناتها بلا ما ضيع لك وقتك على الفاضي. صديقنا تيودوراكيس إذا عرف أني ودعتك من دون ما ضيفك شيء أكيد رح يعصب، حتى مشروبك ما شربت منه. تفضل عود لو سمحت، لازم تشرب شيء. تفضل. ليلى خانم وصل مراد أرجن. خليه يفوت. الحمد لله على السلامة. بتشكرك حضرة المدعية. تفضل اقعد. قدرتوا توصلوا لأي معلومات بخصوص محاولة الاغتيال؟ بآخر فترة حضرتك عامل اتفاقات تجارية مهمة، عندك شي منافسين ممكن تشك إنهم انزعجوا من هالشي؟ لحظة بس. آسف ليلى خانم، شو سألتيني؟ سألتك عن المنافسين. تذكرت. طبعا في عندي منافسين، بس ما بعرف حدا ممكن يساوي هيك شي. طيب صار معك أي مشاكل مع جماعة الميزانيين بسبب هالاستثمارات؟ عفوا، أنا مشغول هلأ البار، دقلي بعدين إذا بدك. شو رأيك إنه نأجل المقابلة لتخلص شغلك؟ ليلى خانم أنا آسف، بس شو أنت عم تتمسخر علي يعني؟ ولا أول مرة بتجي فيها لهون؟
أول مرة أجيت فيها لهون لما توفت مرتي. في شي ليلى خانم؟ واضح جاك. خد تليفون مراد بيك، بترجع له اياه وقت يطلع. عم تحكي عن جد؟ ايه طبعا عن جد. بصراحة يا سيد، فوائد بنككم مغرية جدا إلي. بس وين كنتوا لما أنا كنت بحاجة مصاري؟ بس بعرف الحاجة للمصاري ما بتخلص أبدا. أنا لو كنت محلك رح كبر أسطولي. الصراحة أنت معك حق، كل يوم عم يكتشفوا بير جديد بالشرق الأوسط. نزل الفائدة نص نقطة تانية، حتى سمي وحدة من سفن أسطولي الجديد على اسم حضرتك. العرض مغري كتير، أكيد رح نتفق. معلم، انت قابلت عبد الحي؟ يا ترى هو حكى لك شي عنا؟ لا، ما حكى شيء. عبد الحي لما صار مثل موظفينهم، روح هلا وارجع بكره. بالنسبة لإلك روح هلا ولا ترجع بكره. ليش عم بتعصب معلم؟ ما قلت لي انه انا وبوسات في إلنا شغل كتير؟ ليكنا قاعدين مثل البنات اللي عم بيستنوا خطابة، وهالحالة ما بيجي نصيبنا بنوب. لك العمى، لك شبك شو سويت؟ انت اهبل ولا شو؟ بعتذر معلم. كابتن انت كبيت مي على كبل التوتر العالي. يلا قبل ما يرجع بسرعة بسرعة. هدول عم بيرجعوا العالم، شو بدنا نساوي؟ قلتلك اهدي، رح تشوفوا بعينكم شو بدي اعمل. آسف حضرة المدعي، ما انتبهت، بس المنطقة فيها مشاكل. وانا ما فيني ارجع، رح اشوف محل قدامه وبرجع. إذا بدك رح خلي الشباب يرافقوكي. ما في داعي، بس افتحوا الطريق. يلا افتحوا الطريق يا شباب بسرعة. اسراء برافو عليكي. سألي اختك اذا حواليها مدعي عام شبل الطبقي ليا.
كأنه أنت شكلك مانك حابب تشوف حفيدك، ما هيك؟ هاي فهمناها، بس مين هذا اللي لاحقك فيروس؟ قبل ما تفرجيني عضلاتك روح اتأكد من اللي حواليك بالأول.